السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. انت جاية مستعجلة ليه يا ستي يا مستعجلة؟ لا والله يا حبايب قلبي، والله بجد وحشتوني. كنت بره وجاني تليفون وانا جاية، واحدة حبيبتي وجارتي بألف هنا وشفا قالت لي يا ام وعد الحقيني بكرنب فرزهولي. ليه يا حبيبتي؟ وانت جالك خبر في نشرة الاخبار ان الكرنب هيغلى؟ قالت لي يا ام وعد انا بحب الحاجة تحت ايدي، حتى التسبيكه عايزاك يا ام عبده في يوم تجيبي لي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تجيبي لي عدايه قوطه وتجيبي بصل على قد ما تقدري وتسبكي لي وتحطهم لي كله اكياس يا ام وعد. قلت لها عيني يا حبيبه قلبي عيني. قالت لي ليه دي بقى شغاله يا حبايب قلبي، جايه مستعجله بتطلع الحاجه وتحطها على الحوض وتيجي تشتغل على طول. طبعا لما بتبقى الحاجه قدام ايدينا بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله بتبقى سهل العمايل يا حبايب قلبي. عامه للست اللي بتشتغل. ست اميره ساكته ليه يا قلبي؟ قلبي يا ولاد قلبي يا ولاد. بسم الله ما شاء الله بألف هنا وشفا للي هياكل، بألف هنا وشفا. الكرنب ده مش بلدي، الكرنب ده يا نور عيني كرنب سبعويه. يعني ايه يا ام وعد؟ يعني برضو مش كرنب بطه الصغير اللي هي جلدته تخينه، هو ده مفضل. كرنب سبعويه ده حلو افضل من البلدي. في ايه بقى؟ الجلده بتاعته مليانه شويه. خد يا مرمر. لا بص حبايب قلبي الكرنبايه بسم الله ما شاء الله هنحطها بحالها كده يا حبايب قلبي في قلب الحله. واللي ما عندوش حله كبيره يا ام وعد يورقها، يعني يعمل ورقه بس هي ما بتنحط كده. هو للبنات المبتدئين بتبقى صعب شويه، يعني ما تجيب كرنبايه صغيره كده على قدها هتعرف تحطها في الحله، لكن لما بتبقى كبيره مش هتعرف تتحكم فيها. كل واحد على قد معرفته يعمل اللي تعرفي اعمليه، ما توقفيش الدنيا على اي حاجه. ورقه هوريكي برضو يعني ايه ورقه. يعني هسحب الورقه كده حبايب قلبي بالراحه بشويش كده. اول ما بشيل اول الورقه كله بتفرفط معايا، خصوصا في نوع الكرنب ده يا حبايب قلبي. خدي يا عينيا. تسلم ايدك ستي ست اموال. ده عشان بقى هي ست اميره زي ما انتوا عارفين بقى يا حبايب قلبي. لا بجد تسلم ايدك. بشيل دي ليه يا ماما؟ بشيل دي ليه؟ ده قلبها يا حبيبتي بالراس بتاعتها. اول ما بنشيلها كده زي ما بيقول لك والله العظيم اللي هتاكل الكرنب دي يا ام وعد لا تبارك لهم، وانا بحبها والله لا تبارك لهم والله، وانا بحبها. ربنا يريح بالها ويا رب كده ينولها اللي ببالها خير يا رب، ويهدي السر يا رب، يا رب يهدي السر ويريح البال. راحة البال بالدنيا بحالها. ايه الفرق ما بين البلدي البلدي بتبقى كبيرة وورقتها خفيفة قوي، بس لما بتتخزن البلدي بتتهري في التخزين، لكن دي حلوة. دي ورقتها بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله نش جامدة، ففي التخزين بتبقى حلوة. في اللي بيحط حبة سكر في قلب المية وفي اللي ما بيحطش. طب يعني نحط سكر وانت موجودة حبيبتي خدي يا روحي، خلي بالك ما تهريهاش. زي ما انت معلمة. ايوه يا دوبك تشم المية شوية بعد الشم ده بعد الشم ده شوية. في واحدة السكينة بتجري فيها، وواحدة السكينة ما بتجريش فيها. ليه؟ ما بتبقى تقيلة بتبقى مليانة محملة يا حبايب قلبي من جوه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. المحشي ده الناس مزاج يا حبايب قلبي. في ناس مهما تعمل اكل عندها اكلة المحشي دي بيقول لك بقى بتخش في النغشيش. يا سلام بقى زي واحده ما بتقول لي دلوقتي بالشوش يا سلام لو عليها بطه. لا ده كان ماضي وراح بقى، مش كل يوم بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. وحشني يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحبايبكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا دايما بخير. وانا بشتري الكرنب من الراجل بتاع الكرنب، واحد قال لفظ
زعل، فبقول لفظ لمين؟ لامه. فبقول لها ادعي له ربنا يهديه. قالت لي يا بنتي ده حنين وفي صفات حلوه كتيره، بس غليظ القلب. غليظ القلب ده يا حبايب قلبي اللي ما بيعرفش يقول كلمه تجبر الخاطر. لسانه كده بيتقال عليه ايه؟ مش عليه سكر، لا عليه تراب. بالرغم انه ممكن يكون حنين، بس سبحان الله ما بيعرفش يعبر. ده بيتن كده يا حبايب قلبي، العمر كله بيتن كده. فبيبقى محتاج ان الام تاخده ايه؟ بهداوة وبشويش وتفهمه. ربنا يكفينا شر غليظ القلب يا حبايبي، ربنا يكفينا ويكفيكم. ما تشيلي ده يا حبيبتي، حطيه هنا. ربنا يكفينا ويكفي ولادنا شر غليظ القلب، ويهدي ولادنا وولادكم وولاد المسلمين ويهديه لها، ربنا يهديه لها يا رب يا حبايبي. الوقت غير الوقت والزمن غير الزمن. ناخد ولادنا بشويش ونصاحبهم على طول. ودايما بقول لكم كده ان احنا نصاحب ولادنا بدل ما حد بره تاني يصاحبهم. حد حبيبي يقول لي يا ام وعد انا بشتغل بايدي واسناني، هصاحبهم ولا هشتغل ولا هاكلهم ولا هعلم؟ هعمل ايه يا ام وعد؟ انا باجي تعبانه، باجي بقول فين اللقمه اكلها. ده لو حتى لقيت حد عاملها، ما حدش عاملها بقف انا وبعمل عشان ما ازعلش الولاد. صلى على النبي وحد الله. فاحنا بنقول ايه؟ يا اللي انت ام واب، ربنا اختارك وحطك في المكانه دي علشان انتي ربنا سبحانه وتعالى بيدي للكتف اللي بيقدر يشيل. لازم تبقي قد المسؤوليه. ما تقوليش انا تعبت، ما تقوليش انا مش قادره. عيلك محدش هيستحمله قدك، مهما اهلك ومهما اللي حواليكي يكونوا بيحبوكي هيواسوكي. شلتي يا حبيبتي، دي بتتسمى كده يا بابا، دي بتتسمى شلتي. الراجل فاشل ما بيشتغلش. بصي الارزاق دي بتاعت ربنا اللي خلقك وخلق ولادك، مش هينساكي. لو انت دلوقتي هتجيبي شويه فجل وجرجير وتقعدي بيهم على الرصيف، ربنا هيرزقك. اوعي تقولي ان ربنا مش هيرزقك، لا ربنا هيرزقك وهيبعت لك رزقك وهتعرفي تربيهم. الشغل مش عيب ولا حرام، العيب والحرام ان انا مدي ايدي، العيب والحرام ان انا اعمل حاجه غلط، هو ده العيب والحرام. لكن ان انا اشتغل واعمل اي حاجه بشرف، ربنا معايا وربنا هينصرني وربنا هيبعت لي رزق ورزق ولادي. ما استعيبش اي حاجه في الدنيا حلال. هبيع فجل وجرجير، تبيعي فجل وجرجير، ربنا هيبعت لك رزقك لحد مكانك، ربنا مش هينساكي. ربنا مع المنكسرين جابر، اللي بيجبر الخاطر الله. ما تخافيش، رزقك عنده هو، وطول ما رزقك على الله اوعي تخافي، اوعي تخافي ابدا. الرزق اللي رزقه على الله ده ما يخافش. كلنا رزقنا على الله. ربنا الستار، ربنا الرحيم، ربنا العطوف، ربنا اللي بيجبر خاطرنا كلنا. ربنا يجبر خاطركم ويجبر خاطرنا ويجبر خاطركم في ولادكم. ايه رايكم؟ هخلص الكرنب كله سليق وارجع لكم وانا بقطع الكرنب تاني حبايبي. ورجعت لكم يا حبايب قلبي بعد ما عملت الكمية وخليت حاجة بسيطة عشان تشوفوني وانا بعمل الكرنب. شايفين بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. الورقة يا حبايب قلبي ماسكة نفسها كويس قوي. ليه؟ عشان هدخلها الفريزر فما هرهاش قوي في السليم. كانوا كام كرنباية يا اميرة؟ 5 في وش العدد. عملوا كام طبق يا حبايب قلبي؟ هيدوني 12 طبق مفرزاه، 10 وادي اللي موجودين معايا يعملوا طبقين يا حبايب قلبي. الفكرة كلها في ايه؟ الكرنب دلوقتي سعره رخيص،
الكرنبه سبعويه دي اما طلعت يا حبايب قلبي، ليه؟ هيجي لها على طول الكرنب البط، فسعر الكرنب بيبقى رخيص. اول شهر 4 ما يبتدي وشم النسيم داخل علينا الكرنب سعره بينزل. ليه؟ عشان يا حبايب قلبي بيبقوا عايزين يقلعوه من الارض قبل ايه لا مؤاخذه الدوده ما تاكله، فعشان كده بيبقى سعره لا حول ولا قوة الا بالله، سعره بيبقى ايه بسيط. فده اكتر وقت لتفريز الكرنب. الكرنبايه البلدي الكبيره اللي مليانه ورق المفتوحه قوي البلدي دي في التخزين يا حبايب قلبي ما بتبقاش كويسه، الورقه بتاعتها بتبقى خفيفه قوي قوي قوي، فما بتنزل الفريزر وبتقعد مده حبايب قلبي بتبقى شبه الميره مننا، اول ما بتفك من التلج ما بتبقاش حلوه في الحشو. لكن افضل حاجه لتفريز الكرنب اللي هو الكرنب السبعويه. الكرنب البط برضو مش وحش للتفريز، كرنب البط برضو حلو. ليه؟ جلدته الورقه بتاعته فيها تخينه شويه عن البلدي يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وبألف هنا وشفا للي هتاكل. ويا حبيبه قلبي انتن نعمل لك دايما زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي التفريز والتغليف. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. ده زي ما هي طلبت بالظبط، قالت لي يا ام وعد انا مش عايزه الاطباق كبيره، اطلع الطبق او الطبقين على قد حله صغيره عشان انا بعمل الصيف داخل طبعا ورق العنب كتير، وهبقى برضو معاكم يا حبايب قلبي اعمل معاكم برضو ايه ورق العنب. ورق العنب هعمله معاكم. ورق العنب ليه كذا طريقه، ورق العنب ليه طريقه تخليل في البطرمانات وليه طريقه تانية بتعمل على الناشف، هبقى معاكم. ولو عايزاني برضو اعمل ورق العنب معاكم اكتبوا وقولوا لي حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بألف هنا وشفا للي هياكل يا حبايب قلبي. اوريكم شايفين الورقه يا حبايب قلبي، ورقه الكرنب ماسكه نفسها طبعا، كل واحده بتقطع يعني حلو قوي كده الورقه. لا مش على حسب حجم ايديها بقى يا ست وعد. والعروق اللي بيرمي العروق بتاعت الكرنب بتخلل وبيبقى طعمها حلو. قولوا بقى طريقه التخليل بتاعت الكرنب ازاي؟ اذا حبه ملح وندعه خل بس، واللي بيحب الشطه مفيش ساعه ويتاكل منه. بس في حاجه بقى، الكرنب ده ما بيتخللش عشان عروقه تخينه، اللي بيتخلل وبيبقى طعمه في التخليل حلو اللي هو بيبقى البلدي يا حبايب قلبي. بألف هنا وشفا للي هياكل، بألف هنا وشفا للي هياكل. هاتي يا روحي. طبعا الكميه بسم الله ما شاء الله. لا 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 ما احنا مش خلصنا بقى، مش انت جيتي واحنا ما نخلص تحط ايدك عشان تقولي ايه انا عملت. لا ايوه زي ايه، اعرف واحده ربنا يمسيها بالخير الكل يقعد ياكل ماشي. شبه اصابعك الاربعه دول اعملي نحط الاربعه كده. انت ستي بيت ممتازه يا ولاد. لا بصي يا اميره بقى تلاقي الكل شبع والله العظيم. واحده يمكن سمعاني دلوقتي انت فاهماني؟ لا هيوريني كده. يا ساتر انت ايديك كبيره قوي يا شيخ. طبعا كبيره وما نحطش العرق ده. تيجي عامله ايه بقى يا اميره؟ تقوم ليه؟ تتخيلي ليه؟ عشان ما تغسلش الطبق. واحده بقى ربنا يمسها بالخير. اللهم امين. هي سمعاني دلوقتي، انا مش بختلك في غيابك والله يا حبيبي، بس انا كنت ايه؟ لا مالكيش دعوه طبعا باسمها. لا عشان ما تحرجهاش. هي محرجه نفسها. مصف من الميه خالص، يعني احنا مطلعينه كده صفناه من الميه عشان كده خد وقت معانا حبايب قلبي. اهو بص الورقه عامله ازاي. علموا بقى والله ده هم شطار يا حبيبتي وبيعملوا احسن الحاجات. اتعلمي انت. اه والنبي اتعلمي انت. ده للكرنب، ده الاغاني دي للكرنب والله. يا سلام بقى لو في الغيط بقى. يا رب اتعلموا بقى. اتعلمي انت يا اتعلمي يا منى. انا متعلمه اهو لسه. بصوا انا رصيت الطبق ده. هي قالت كده، قالت انت خدتها ولا ده عشان تقولي انا عملت صح كده؟ انا ست بنت شاطره. ما انت هتقولي لي. طب بالله عليك قدام الكاميرا قدام الناس انا هخبط ولا لا؟
احلى واحده بتعمل مكرونه لا مكرونه بس. وتسلق ايه؟ وتسلق بايه؟ ما بهزرش والله العظيم. انا ما بعرفش اعمل اكل. بتقلي بطاطس. طب قولي. انا ما بعرفش اعمل اكل. بتقلي بطاطس. استني يا امير. بتقلي بطاطس ولا لا؟ انا ما بعرفش اعمل اكل. ما بتعرفش. شاطر. بتعلم الاكل وانا في سنه كام؟ بصراحه. ولا ابتدائي. اولى ابتدائي. لا ما بهزرش. ما مالكيش دعوه باميره. بتعلم الاكل وانا في سنه كام؟ يا حبيبتي كنت بتروحي الكتاب وبتيجي تعملي الاكل. طب ايه واحنا عندنا كتاب؟ ما عندناش كتاب احنا. ها؟ مين قال لك ان ما عندناش كتاب؟ طب ماشي. انا متعلمه الطبيخ وانا عندي كام سنه؟ وانا في سنه كام؟ في سنه كنت في سنه 6. قولي لهم بقى، قولي لهم انا بنتي متعلمه وهي في 6 ابتدائي. كانت بتقف تعمل يا اكل. حبيبتي. كانت بتقف تعمل اكل. حبيبتي. يعني اللي يتجوزني يا هناوي يا بخت. امه داعي عليه. والله ابدا. لا 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 مش معاك يا منى في الحته دي. لا شيخ اسكتش. هناء ويا بخت. يا هنا يا بخت. امه داعي عليه فعلا. اهو اهو. قصدي عياله. ده عياله؟ لا داعي عليه. ربنا يسعدك يا بنتي يا رب. ربنا يستر عرض الولاية كلهم ويستر عرض ولاياكم ويستر عرضك يا وعد وارتاح منك اللهم امين. وتخلصي يا رب كده جامعتك على خير ويستر عرض البنات كلها وينجح البنات كلها يا رب. اديهم بوسه؟ ايه؟ ممكن اديهم بوسه؟ لا هم مش عايزين يبصوكي معلش. لا بالله عليك بالله عليك. ممكن اشيلها في المونتاج. لا مش هنشيلها. عماله تاكل في الكرنب ومضايقاني. على فكره ده الكرنب ده حلو. صحي جوه مسلوق كده. حبايب قلبي يا رب يومي ما يكونش طويل عليكم وما يكونش يوم رخم. حبيت اقضي يوم النهارده مع تفريز الكرنب لحبيبه قلبي بالف هنا وشفا. بالف هنا وشفا ليها وكل ما هياكل من الكرنب ده طبعا يدعي لي حبيبه قلبي نعيش ونعمل لك. تسلم ايدي. تسلم ايدي على الكرنب الحلو ده. ماشي وشرفتوني. ونعيش ونعمل لك يا حبيبه قلبي. حبايب قلبي لايك وشير واشتراك في القناه. بحبكم في الله.